صباح الورد يا حبايبي. شوف يعني الموضوع عندنا هنا تنبيه. تمام. وتوعية، لكن مش بنعيب على حد خالص. انا النهارده هركب خلاط. تمام. اسيب اللي عامله وشاش وشين دول اهو، اسيب اللي عامله وشاش واقفل المنظر ده كده، وحمام ضيوف. تمام. اسيب الوشاش ما ركبهاش والخلاط بارز المنظر ده كده. بيقولوا يا جماعه لازم تعلم في مدرسه عشان تطلع سباك محترم. لازم تعلم في المدرسه. تمام. عشان تقفل شغل الناس باحترام. على الاقل ما يجيش المحبسين السخن هنا ما يجوش عند الحيطه بالشكل ده كده، ما يبقاش السخان هنا كده والمحابس كده. هنا السباكين بدون مدارس ما حد راكب هنخانق المنظر ده كده، واللحواسه دي كده عند الناس. اللحواسه ليه ما اتعلمش في مدرسه؟ ده بيركب على حسب هواه وحسب ما هو شايف ان هو اشتغل وخلاص، لكن ما اتعلمش في مدرسه. تمام. او لما توظف الراجل المشرف عليه ما علموش النظافه، ان دي بيوت ناس وده حمام مصروف عليه، حمام ضيوف مصروف عليه ولوفات عشان يبقى واجهه للبيت قدام الناس. اما اجي اعمل المنظر ده كده وافتح في مكان غير مناسب للمنظر ده، يعني على الاقل افتح هنا كده بحيث ان يبقى عندي مكان واحد اقدر اتحكم فيه، لكن اشردم الدنيا بالمنظر ده كده وبهدل الدنيا بالمنظر ده كده. وفي النهايه اقول لك عشان خاطر راكب هوايه، وانت عشان تركب هوايه انا بخاطب اي حد في الدنيا كان شركات ولا كان عماله، المنظر ده كده ما يليقش خالص بحضاره احنا عايشين فيها دلوقتي. النهارده لما اركب هوايه زي دي لازم حاجه من الاتنين. لو هاجي هنا في مواسير مثلا فرضا، عندي هنا مواسير وراها تمام وخايف من الكور، اجي هنا كده فتحه محترم وسط البلاطه واسنطر في وسط البلاطه. الكلام ده بوجهه للعميل ليه؟ عشان ما حد يشتغل عند اي عميل ما يسيبوش يعمل الهرجله دي، عشان نوظف الكلمه اسمها هرجله. اما اعمل كده عند العميل وادمر الوزره بتاعته المنظر ده كده، واعمل الشغل الاحواسه المقرف ده، وارجع اقول ايه ما انا فتحت فتحه. لا، انت ما فتحتش فتحه، انت خربت الدنيا. النهارده العميل يصلح ده ازاي؟ انت ماليش حد يحاسبك، انت اصلا ما لقيتش حد يحاسبك. اسف الشديد. خدني بقى بعد اذنك. اتفضل يا سمو. سالم. اتفضل. السلام عليكم اخويا سامي. حبيبي. احنا اصحاب الشقه حبيبي. واحنا حبيناك في الله، وانا حبيبي. ماليش علاقه بالسباكه خالص، حبيبي الغالي. لكن والله من سنين بسجل وراك عشان اتعلم وولادي يتعلموا. الله يوسع عليك يا رب. انت جاي في حاجه معينه عدلت قاعده، الله يبارك لك. طلعت لي الملاحظات دي كلها وانا واقف. انا نصيحتي للسباكين عامه، لان انا هقول ايه، يا اللي ركبت لي هنا عليك من الله ما تستحقه، واي جنيه انت خدته مش هدعي لك ربنا يبارك فيه، انت عليك من الله ما يستحقه. الله اعلم عملت بجهل بكسل، هل ده يرضيك؟ احنا شقيانين يا ابني، شقيانين في الفلوس. ويجي واحد صنايعي استاذك من دور والدك يعلمك، انت ترفض؟ ما تتعلم يا اخي. انا بقول لك اهو، عليك من الله ما تستحقه. يلي بتحاول تعمل انك سباك صح وتيجي كده الملاحظات دي، انا ما خدتش بالي منها الا دلوقتي. وشاش بره مرميه، ده مش مكان. انا حاسس بس ما اعرفش، مش عارف اعبر. هو قال اللي في قلبي، والله انا حاسس بكده. الله يجزاك خير يا حاج سامي، ويبارك لك يا حبيبي في مالك حبيبي حاج معاذ، وفي كل جنيه بتاخده من الناس، لان انا عارف انك تستاهل اضعاف اضعاف كده. حبيبي. لان بنيجي نصلح ورا الناس بندعف اضعاف 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 اضعاف، غير الفساد بقى، غير الشكل المشوه اللي مش هنقدر نصلحه. طبعا. اتعلموا، خير الناس انفعهم للناس. اتعلموا من الراجل الكبير الخبره ده. ربنا يبارك لك. شكرا يا حاج سامي، وتحياتي ليك ولجمهورك. حبيبي في حفظ الله. سلام.